الاهلي بيضمن تاهله لكاس العالم للانديه 2025 بنظامه الجديد اللي هو 32 فريق. الفيفا النهارده بتعلن ان خطه تنظيم كاس العالم 2025، وطبعا قالت ان اخر اربع فرق في اخر اربع سنوات 2021 22 23 24 فازت بالبطوله القاريه بتاعتها، هتبقى من ضمن الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه 2025. طبعا الاهلي والوداد فايزين اخر نسختين، الاهلي 21 والوداد 22. يعني الاهلي بيضمن مقعد اساسي في كاس العالم للانديه 2025 بنظامه الجديد، اول سنه في نظامه الجديد اللي هو 32 فريق. هيبقى 10 من اوروبا، وسته من امريكا الشماليه، واربعه من امريكا الجنوبيه، واربعه من افريقيا، واربعه من اسيا والبلد المضيف، وفريق من اوكتاديانوس. اتمنى الناس اللي قاعده بقى ايه تهاجم في الاهلي وتهاجم في الشناوي، والشناوي اتجنن، والشناوي دخلوه مصحه، والاهلي فشل، والاهلي وماسكين قاعدين ايه بيحفلوا الجرايد الصفراء زي المصري اليوم واليوم السابع والشروق وصدى البلد. اتمنى يا ريت الخبر ده ما ينزلوش عندهم صفحه اولى ودلوقتي يقعدوا يشيروا فيه، علشان الخبر ده هيجيب لهم مشاهدات. اتمنى هجومك للاهلي ما يخليكش تنشر الخبر ده. اقسم بالله انا عارف انت هتبقى اول منصات تنشر، المنصات اللي بتكره الاهلي وبتهاجم الاهلي اول منصات هتنشر خبر مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه 2025. ليه؟ لان الاهلي هو اللي بيجيب لك مشاهدات يا يصفر. الاهلي هو اللي بيجيب لك مشاهدات يا كذاب. الاهلي هو اللي بيجيب لك مشاهدات يا منافق. فاتمنى ان يا ريت الناس اللي بتهاجم وتحارب الاهلي ما تنشرش الخبر ده. خليكوا رجاله وما تنشروش الخبر. خليكوا رجاله وهاجموا الاهلي بس ما تنشروش اي حاجه لصالح الاهلي. هتتعب، لان كل البطولات الاهلي بيشارك فيها ولصالح الاهلي. فهتتعب انت لو ما نشرتش، هتقف. عشان تتشهر هتعمل ايه؟ لازم تجيب في سيره الاهلي. طبعا انا متاكد دلوقتي ان الخبر ده انتشر يعني زي النار في الهشيم في الجرايد الصفراء اللي بتحارب النادي الاهلي، زي برضو موقع يلا كوره، وفي الجول المواقع الصفراء اللي بتقودها الجرايد الصفراء، الحملات الاعلاميه اللي ضد النادي الاهلي. حاجه فعلا مستفزه. عموما خلينا في البطوله، خلينا في البطولات. الاهلي كبير، الاهلي لازم يشارك في النسخ المميزه. الاهلي لازم يختاروه في افريقيا. الاهلي لما يختاروا مشرف افريقيا او ممثل افريقيا لازم يختاروا الاهلي. عارفين ليه؟ علشان ده النادي الاهلي اكبر بطولات في العالم، 10 افريقيا. كل التحيه وكل التقدير للنادي الاهلي، ومليون مبروك للنادي الاهلي من انجاز لانجاز باذن الله. كل التحيه والتقدير لجمهور الاهلي العظيم اللي دايما في ظهر النادي الاهلي. كل التحيه والتقدير ليكم جمهوري العزيز. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان باذن الله كريم يا رب كده. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم ارزقنا رزقا يتعجب منه البشر. احب يا جماعه قبل ما تقفلوا في الفيديو صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. تحياتي، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.